اهلا بيكم في فيديو جديد، وما تنسوناش من اللايك والاشتراك في القناة. بيبتدي فيلمنا من كوكب بندورة اللي استقر عليه جاك سولي وكون عليه عيلته، وكمان بقى عنده 3 اطفال، وعنده كمان 2 بالتبني، وواحدة منهم اسمها كيري ودي بنت الدكتورة جريس على هيئة شعب النيفي. والتاني ده بشري واسمه سبايدر، وهو ابن العقيد كواريتش اللي سابه على كوكب بندورة لما مات، وخده بعد كده جيك سولي واتبناه. وبدأ جيك يعلم ولاده كل حاجة، ويعلمهم كمان مسك السهم والرمح علشان يعرفوا يصطادوا. وفي مرة نتيري وجيك كانوا قاعدين لمحوا نجم بيلمع في السماء، بس اتضح ان دي سفينة فضائية للبشر، وكمان جايين بكميات كبيرة جدا عشان يحتلوا كوكب بندورة من تاني. والنار الموجودة في المراكب الفضائية وهي بتهبط على الكوكب بتاعهم اتسببت في حريق ضخم جدا في الغابة، ونزلوا هم كمان بالآليين بتوعهم وسيطروا على كل حاجة من تاني، والجرارات كانت بتشيل أي حاجة في طريقها. ونتيري حزنت جدا وكانت مصدومة من الحال اللي وصلت له الغابة في لحظات. وهنيجي للعقيد كواريتش اللي عملوا له صورة رمزية في شكل الأفاتار، والجنود اللي كانوا معاه كمان بقى ليهم هيئتهم في صورة الأفاتار. والعقيد بدأ يتبسط إنه رجع للحياة تاني، وبدأ يتفرج على فيديوهاته وهو بشري، وإن هو بيوصي بالانتقام من جيك سولي وشعب النيفي. ومن ناحية تانية بدأت المعركة تاني ما بين البشر وشعب الأفاتار، وهنا جيك سولي دمر القطر ده وخد منهم كل المعدات اللي عليها والحاجات اللي كانت على القطر. ودي العقيدة المسؤولة عن القاعدة العسكرية للبشر على كوكب بندورة. وبدأت تكلم العقيد كواريتش في صورة الأفاتار وبتقول له إحنا معركتنا معركة بقاء، لأن كوكب الأرض هيبقى صعب جدا العيش عليه في الفترة القادمة، ولازم نسيطر على الكوكب ده. فهتنزل أنت والجنود بتوعك في رحلة استكشافية في الغابة اللي المفروض عايش عليها جيك سولي وشعبه. بس هو كان هدفه الأول الانتقام من جيك ونيتيري، وفعلا نزل هو وجنوده الغابة وبدأوا رحلتهم الاستكشافية. وولاد جيك شافوهم في الغابة وبدأوا يبلغوا جيك، وهو قال لهم خليكم عندكم أنا هاجيلكم دلوقتي. لكن هم شافوهم وقدروا يقبضوا عليهم، وراح العقيد للمكان اللي قتلته فيه نيتيري لما كان بشري طبعا، وشاف الفيديو المتصور عن طريق الآلي بتاعه، وده خلاه عاوز ينتقم منهم أكتر. وصل جيك ونيتيري لمكان أولادهم، وبدأت نيتيري تصطادهم بالسهم بتاعها واحد ورا التاني، وبدأت معركة بينهم وقدروا يستعيدوا أولادهم ما عدا البشري سبايدر، وده خدوا العقيد وهرب وطلعوا على الطيارة ومشوا. لكن جيك حمد ربنا إن أولاده رجعوا له تاني واطمأن عليهم إن هم بخير. وبدأت العقيدة تعذب سبايدر عشان يقول على مكان جيك وشعبه، بس هو رفض وكان هيموت بسبب عذابها ليه. وأنقذوا كواريتش وقال لها ده بشري ولازم نتعامل معاه على الأساس ده. وخدوه وحبسوه بعد كده في أوضة لوحده، وبدأ يتكلم معاه العقيد وقال له احنا هنعاملك كويس، احنا بس عاوزينك تاخدنا في جولة على كوكب بندورة وتعرفنا على كل حاجة فيه وازاي بيتعاملوا مع الكائنات الموجودة عليه. وهو للأسف وافق على كده. وبدأ جيك يكلم نيتيري ويقول لها احنا لازم نسيب المكان ده ونهاجر منه ونروح نعيش في مكان تاني، ان العقيد مش هيسيبنا وهيسعى للانتقام مننا، وكمان احنا لازم نحافظ على اولادنا من اي خطر. ونيتيري كانت معترضة ازاي هتسيب المكان اللي اتولدت فيه وعاشت فيه حياتها كلها، بس هي اقتنعت في الاخر وسابته بالدموع والحزن. وجيك خدهم كلهم ومشيوا وراحوا لاحد شعوب النيفي اللي بتعيش على البحر، والشعب ده كانت حياتهم كلها بتعتمد على المية. وبدأ يستقبلهم الشعب اللي هناك ويتعرفوا عليهم، وجه قائدهم اللي كان بيسمع عن جيك سولي بسبب طبعا حربه مع البشر، وقال له انت ازاي هتعيشوا معانا هنا، انتوا كمان اول مرة تعيشوا على البحر، انت حياتكم كلها كانت في الغابة والاندماج معانا هيبقى صعب عليكم. بس هو قال لهم احنا هنتعلم كل حاجة منكم. وفعلا بدأوا يندمجوا معاهم ويدربوهم على استخدام أدواتهم والتعامل مع حيواناتهم البحرية. وجيك بدأ يتدرب على التعامل مع الحيوان البحري ده، لكن كان كل مرة بيفشل وبيقع منه وبيقع في المية. وهنيجي الكيري اللي اندمجت على طول مع الحيوانات البحرية بتاعتهم، وبدأ يكون في لينك غريب بينها وبين الحيوانات دي، والحيوانات كلها كمان بتحبها. وهنيجي لأولاد القائد اللي بيضايقوا كيري وبيتريقوا على شكلها، لكن جه ابن جيك وضرب واحد منهم ووقعه على الأرض، وكيري ضحكت عليه. وجيك زعق له جامد وقال له انت ازاي تعمل كده، ده احنا ضيوف عندهم تروح ضارب القائد بتاعهم، يلا روح اعتذر له. وفعلا راح واتكلم معاهم واعتذر لهم، وقالوا له تعالى معانا نوديك في رحلة بحرية هتعجبك جدا. وفعلا خدوه وجريوا كلهم في المية بسرعة عالية جدا، وراحوا المكان بعيد كده.
وفجأة لواك ابن جيك لقى نفسه لوحده في مياه عميقة، ولقى كمان في وحش بحري مفترس بيهاجمه، وكان بيحاول يهرب منه، وفي الآخر أغمى عليه في المية لحد ما لقى نفسه على ظهر حيوان بحري تاني شبه الحوت كده، وحس إن هو بيتألم، ولقى فعلا في سهم كده في ديل الحوت ده، نزل وفكهوله، والحيوان ده رجعه تاني لمكانه. وقائدهم عرف اللي عمله ابنه وقال له اعتذر له، بس الواك قال له ان هو ملوش ذنب وان هو اللي طلب منه يوديه هناك. وبعد كده اجتمع مع اولاده تاني وبدأ يحكي لهم على ان في حيوان عملاق انقذه، هما ما كانوش مصدقينه. وبدأ سبايدر يعرف العقيدة على الغابة وعلى كوكب بندورة، ويعلمهم ازاي يعيشوا هناك، وداهم للحيوان اللي كان بيستخدمه جيك وشعبه وبيطيروا بيه كمان. وبدأ يحاول العقيد ان هو يسيطر عليه، لكن كان بيفشل لحد ما نجح في الاخر وسيطر على واحد منهم، وكان مبسوط جدا. وبدأ العقيد يدور على جيك في الشعوب اللي حواليهم، ويدور عليه كمان في الشعوب اللي بتعيش على المية، وراح عند شعب منهم وسألهم عليه وقالوا له احنا ما نعرفوش، بس هو برضو كان مصمم ان هم مخبيينه وقتل حد منهم، وحرق لهم كمان المكان اللي هم عايشين فيه. وسبايدر كان متضايق جدا ومعترض على الطريقة اللي بيتعاملوا بيها معاهم، وتعصب عليهم كمان. وطلع العقيد مع صيادين وعلماء في رحلة بحرية، وهم كانوا بيصطادوا الكائنات البحرية اللي شبه الحيتان دي، وبياخدوا منها سائل كده، المفروض ان السائل ده بيزود عمر الانسان، هم بياخدوه بيبيعوه طبعا بملايين الدولارات. وبدأ قائدهم يقول لجيك ان البشر بيدوروا عليك، واكيد هيجوا هنا، وانا خايف على شعبي عشان لو موتوا حد فيهم او جم وهجموا علينا. لكن جيك قال لهم ان البشر مش هيسيبوا اي حد هنا، وهم بيسعوا فعلا ان هم يسيطروا على الكوكب كله. وفعلا اقتنعوا بكلام جيك وقالوا له ان احنا هنحارب معاك. وهنيجي لأولاد جيك لما جمعوا أولاد القبيلة وراحوا للكائن اللي كان بيقول لهم عليه الواك، ولقوه فعلا مضروب كده بسهم بمخدر في ديله، وفعلا حاولوا يشيلوا له السهم اللي في المخدر ده، لكن جم البشر هاجموهم، وكمان العقيد جيب السفينة اللي فيها جنوده وقدروا ان هم يأسروهم. وكلم جيك وقال له انا أسرت أولادك، لو انت باقي عليهم تعالى لوحدك. فعلا كان رايح لوحده لحد ما جه الحيوان البحري اللي انقذه الواك قبل كده وهجم عليهم، وبدأ جيك ونيتيري وشعب النيفي يهجموا عليهم، ودارت بينهم بعد كده معركة كبيرة جدا جدا. لكن قدر جيك ان هو يفك اسر اولاده بعد محاولات صعبة جدا، ولكن في اللحظة دي ابن جيك الكبير مات، وده خلى نيتيري تغضب جدا وتقتل كتير منهم. وبعد كده أسروا ابن جيك الصغير تاني وراح علشان يحاول ينقذه، لكن لسه نيتيري عمالة بتموت فيهم، لحد ما طلع لها العقيد وقال لها لو ما سكتيش أنا هموت بنتك دي كمان. وهي راحت خدت سبايدر وقالت له انت لو ما سبتهاش أنا هموت سبايدر، علشان طبعا هي عارفة ان هو ابنه. وفي الاخر قرر العقيد ان هو يسيبها، وجي جيك بعد كده وحاربه وضربه وخلاه كمان يفقد وعيه ورماه في البحر. لكن بعد ما رماه في البحر سبايدر نط في المية وانقذه وطلعه من المية تاني، علشان اكنه يعني بيرد له الجميلة، يعني ان هو انقذه من القتل على ايد نيتيري. وقال له بعد كده العقيد تعالى عيش معايا، بس هو قال له لا انا مش هعيش معاك، واختار ان هو يعيش مع جيك وعيلته. وبعد كده خدوا ابنه وراحوا دفنوه مع شعب النيفي. وطبعا نيتيري كانت في حالة حزن شديدة جدا. وبكده يبقى خلص ملخصنا النهاردة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة.